نبيه الكريم. اليوم كنا في زيارة ميدانية بمناسبة افتتاح السنة الدراسية 2025-2026، وهذه الزيارة شملت مؤسسات التعليم على مستوى مدينة الشام. والحمد لله لاحظنا من خلال الزيارة أنهم مستوى من الحضور لا بأس به، سواء على مستوى الطواقم التدريسية والضم على مستوى الطلبة، وإن كان حضور الطلبة ما زال دون المستوى إلا أننا الأيام القادمة يتم التحسن بالنسبة لهم. وهون نشكر الجهات التي مشاركة في العملية كاملة. نشكر البلدية على العملية اللي قامت بها من الصيانة وتجهيز الفصول وإعداد استقبال التلاميذ واستقبال السنة الدراسية. نشكر مولي بدوري الطواقم التدريسية والمهندس ومدراء المؤسسة والمعلمين والمفتشين على مستوى الطاقم التدريسي كامل على مستوى الشباب. قضية حضورهم في الوقت وانتظامهم به اللي لاحظنا من خلال الزيارة أنهم مستوى من الحضور ما بيشكل الطواقم التدريسية، هذا يشكر عليه وشاكرهم عليه. شاكر بدوري الوكلاء على مواكبتهم وعلى حضورهم للعملية التربوية. ولا اختار نقول عن العملية التربوية كما تعرفوا تتألف من عدة مستويات، لا بد من عضو واعينها كاملين وعضو عارفين عن اتفاقها كامل. لا بد منه. المستوى الأول اللي ينقال له الطواقم التربوية والتدريسية والرقابية في العملية التربوية، هذه لا بد منها، وهذه متوالية في الدولة وموفرتها الحمد لله حاضر. المستوى الثاني اللي ينقال له البنى التحتية اللي لا يكون، وهذه الحمد لله على مستوى مدينة الشام وعلى مستوى المقاطعة بشكل عام موجودة ومتوفرة، ولا في حد اليوم من خلال النواقص اللي عندنا يشكو من نقص انه عنده فصول دراسيه قالت وظنوا عنه كذا لهم مكيال وظنوا معدلات. هذا على حدود المقاطعه في التويشات معناها عندنا الحمد لله موجوده عندنا الدوله باذله جهد في الموفر اللي ينقال المتعلق بالبنى التحتيه. عن الوكلاء وهم الركيزه الثالثه، وعن دورهم ما يقدروا يصغروا، وعن الوكيل العمليه التربويه جاني يشعر ويشير وراجع له يشير، معناها عنه ما يقدر يستغنى عنه. لا نقول اخيرا عن الاستثمار في اللي قالوا العمليه التربويه، نعرف عنه الاستثمار الحقيقي، ونعرف عن هذا وعاه فخامه رئيس الجمهوريه محمد بن الشيخ الغزواني وخارج ونحن ما لنا فاهمين. كنا في عمليه تربويه خاسره، اسمحوا لي نقول هذا به اللي كيف تعرفوا فيها ياسر من اللي قال له التمييز اولاد الفلانيين كذا اولاد الفلانيين كذا. اليوم عاد عندنا انجاز كبير يا الله ونفخر به كامل اللي قالوا المدرسه الجمهوريه به اللي اليوم مات له تلميذي ما هو قاعد الزر تلميذي الثاني ولات لهم فوارق، وعادوا هالموريتاني متفقين كاملين زي اللي قالوا العمليه التربويه وموفره لهم هم اللي كاملين. وهذا يعتبر انجاز لفخامه رئيس الجمهوريه يا الله كاملين تنشدوا بهم ونذكروه للامانه، ولا ينفهم قيمته. الان تتخرج الاجيال وتقول عندها نفس المستويات اللي تعدل به المسابقات ونفس المستويات اللي تلج به للوظائف العليا في الدوله. شاكركم اخيرا بارك الله فيكم. املي ان شاء الله فينا نلتقي مره اخرى ويدنا في يد ان شاء الله.